السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل ورقة الطرية بالعجوة. طريقة سهلة جدا ناجحة هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله. اول حاجة هنا دي واحدة بيضة درجة حرارة المطبخ، ضيف عليها 2 ورقة فانيليا. بعد كده نضيف كوباية لبن، يعني كوب لبن او حليب يعني يكون دافي بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده نضيف 2 معلقة كبيرة خميرة فورية، يعني دول 2 معلقة كبيرة خميرة. بعد كده نضيف معلقة صغيرة ملح، 2 معلقة كبيرة لبن بودرة، يعني حليب مجفف 2 معلقة كبيرة. بعد كده ده ربع كوب سكر، ده ربع كوب كوب سكر اللي هو 50 جرام. نضيف عليهم معلقتين كبار خل. بعد كده دي ربع كوباية سمنة، يعني دي سمنة سايحة يعني سايحة. دي ربع كوباية اللي هي ربع كوباية اللي هو 50 جرام. ودي برضو ربع كوباية زبدة سايحة، يعني دي زبدة مسيحة سيح يعني ربع كوباية. بس بعد كده نقلبهم كده مع بعض لحد السكر ما يدوب. بعد كده ده كيلو دقيق، يعني يكون نوعية كويسة. ممكن الدقيق هنخله الأول. بعد كده نضيف عليه الخليط اللي احنا عملناه كله، نبدأ نعجن، يعني نلف الدقيق في الخليط الأول في المواد السائلة دي. دي كوباية مية، يعني دي كوباية مية دافية، يعني انا حطيت نصها في البولة دي كده عشان انضفها من باقي الزوائد اللي فيها كده. نص كوباية حطيتها، يعني احنا هنضيف الكوباية كلها. هنلف الدقيق كده، يعني حطينا نص الكوباية ونلف وبعدين نحط باقي. احنا كده حطينا كوباية لبن وكوباية كوباية مية، يعني كيلو الدقيق ياخد كوباية لبن وكوباية مية. بس هنفضل نعجن فيها كده لحد ما العجينة تشرب الدقيق خالص كده. هي كده مظبوطة. بعد كده في الاخر خالص نضيف ربع كوباية زيت، يعني دي ربع كوباية زيت نضيفها كلها مرة واحدة. ربع كوباية الزيت اللي هي 50 جرام، اللي هي يعني بالمج الشاي العادي، اللي هو المج اللي كنت بضيف فيه المية واللبن، هو اللي هو اللي هي الكوباية دي هي اللي يعني بتعمل بيها المقادير، يعني هي بتشيل ربع كوباية لبن وربع كوباية زيت كده، بتبقى المقادير مظبوطة فيها يعني. بس نعجن لحد لحد ما تشرب الزيت خالص كده. بس وبعد كده نغطيها ونسيبها يعني نص ساعة او ساعة الا ربع كده، يعني مش هتاخد اكتر من ساعة الا ربع او نص ساعة لحد تخمر يعني. هنا يعني خدت نص ساعة وخمرت.
يعني نص ساعة بس خليتها وخمت، حسب المكان اللي هي ايه دافي او ايه، يكون المكان رطب يعني تاخد وقت اكتر. لكن انتي لو حطاها في مكان دافي بعيد عن التكييف او كده هتخمر بسرعة. بس هنا هنا الرخامة زيت كده ونقطع عليها، ايه الحاجة اللي بتقطع عليها تدينها زيت الاول. يعني هنا انتي عايزة تقطعيها يعني على حسب ما انتي عايزاها كبيرة، عايزاها صغيرة، عايزاها متوسط، عايزة تشكليها كبير على صغير، مم، اي حاجة. يعني انتي لو عايزاها مثلا يعملولك كمية كبيرة قطعيهم قطع صغيرة او قطع وسط. يعني كل ما تصغري الحتة كل ما ايه هتطلع معاكي الكمية اكتر. بس هنا يعني قطعتهم كلهم كده. بس بعدين ايه نبدأ ايه، هنا ده بلح عجوة، اللي هي عجينة البلح دي نص كيلو. يعني انا جبته فتحته وكورته كده كور صغير، اللي هي عجينة العجوة دي او عجوة البلح. يعني دي بتاعت الشركات، دي نص كيلو بتاعت الشركات. انا ايه كورتها على طول. لكن انت لو جبت اللي هي عند العطار دي، اللي عند العطار بتبقى ناشفة. يعني انت لو جبت اللي عند العطار ضيفيلها معلقة سمنة، يعني ضيفيلها معلقة كبيرة سمنة وعجنيها فيها عشان تبقى ناشفة بس. ولما تجيب اللي هي عند العطار الفلفل دي تفتحيها الاول عند العطار تشوفيها، ممكن تكون بايظة لانها بتبقى مسوسة عنده ولا تبقى فيها سوس. يعني كذا مرة اجيبها منه ولا فيها سوس وارميها. يعني افتحيها اضمن. فاحسن الواحد يجيب بتاعت الشركات اللي مغلفة دي احسن افضل يعني. بس وبعد كده نفردها كده. يعني انت لما نخلصهم نقطعهم هيكونوا ارتاحوا، فنبدأ ايه نشكلوهم كده. واصلا لحد يعني من تخلصين تشكيل هتكون اللي انتي عملتيهم الاول هيكونوا حمر اصلا، يعني مش هياخد وقت معاكي. اهم حاجة نقفلها كويس. بس بعد كده نعملها فتحات بالسكين كده نحطها في الصينية. يعني الطريقة دي ناجحة جدا، يعني طريقة ممتازة. يعني ممكن تعمليها برضو زي صبع الفينو كده، يعني نظام سندوتش كده بتبقى زي صبع الفينو. يعني حتة العجوة دي تكوريها كده تعمليها تبرميها برم يعني. بعد كده تحطيها فيها وتقفليها كده تبقى برضو ايه شكلها حلو. تقفليها كويس بس بعدين تضغطي عليها، يعني تفرديها شوية وبس. وبعد كده ايه اتعلمي عليها بالسكين كده وتحطيها في الصينية. بس انت لما تخلصيهم اصلا هيكون الاولاني خمروا. بس بعد كده تسخني الفرن وتحطيه مع درجة حرارة 200، يعني تسويه مع درجة حرارة 200. يعني مينفعش تسوي على درجة حرارة 180. لو سويت على 180 على 180 هتنشف. يعني هتاخد وقت اكتر فهتنشف منك. فتسويهم على درجة حرارة 200 في الفرن الكهرباء. اما في فرن البيت فتبقى درجة الحرارة متوسطة، لا هي عالية ولا هي واطية. بس وبياخد معاكي في التسوية مثلا من 10 ل 12 دقيقة يعني. يعني على درجة حرارة 200 من 10 دقايق ل 12 دقيقة. اهم حاجة ايه يخمر كويس، يعني ما ترصيش حاجة من غير ما تكون حمرانة. يعني انا هنا عملت حشام، يعني عملت كبير وعملت صغير شكلته، عملتهم كلهم نفس المستوى يعني. يعني دي عملتها كبيرة شوية، دي برضو عملت منهم برضو صغير. يعني في الأطفال تبقى صغيرة بتاخد حتة صغيرة
فافضل تعملهم ايه وانتي مثلا اطفال في البيت، تعملهم حاجة صغيرة افضل يعني طالعة ناجحة جدا ممتازة. يعني البيضة اللي احنا حطيناها في الاول دي بتحافظلك على الطراوة بتاعتها وبتخليها هشة كده، طعمها حلو على الاخر. يعني لو جربت الطريقة دي هتعجبك وهتلاقيها مختلفة عن الطريقة ايه، عن الطريقة العادية اللي انتي بتعمليها. يعني لو تفضل معاكي يومين وثلاثة برا التلاجة طرية، ما يحصلهاش اي حاجة، انت حطها في كيس كده وربطها، تفضل طرية يومين وثلاثة، تلاقيها ايه نفس زي ما انت حطيتيها. يا رب يعجبكم الفيديو، شكرا على المشاهدة.